السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم اخوكم اسلام ابو عبد. العضلات هي مش مجرد شكل حلو بنفليكس بيه على البحر، بالعكس العضلات مسؤولة عن حاجات كتير جدا زي الحركة والتنفس وحتى الأوعية الدموية المسؤولة عن تحريك الدم وتوصيل الأكسجين للأنسجة ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة للرئة علشان يطلع بره الجسم، برضه معمولة من عضلات. ولا الباشا الكبير المضخة الرئيسية في جسم الإنسان القلب هو في الأساس عبارة عن نسيج عضلي أصلا، ومش بس كده وبيستجيب للمؤثرات الخارجية والضغط اللي عليه بإنه يكبر. أيوة عضلة القلب لها تمرين وبتكبر، وبيبان ده في الأشعة عند الرياضيين لما بنلاقي إن عضلة القلب عندهم أكبر من الشخص الطبيعي اللي ما بيتمرنش. العضلات بتاعتنا بترتبط بشكل أساسي بالهيكل العظمي، يا إما بتركب عليه يا إما بتكون موجودة جواه علشان يحميها، زي القلب مثلا موجود جوه القفص الصدري عشان القفص الصدري يحميه. الهيكل العظمي ده بقى عبارة عن شوية عظم مربوطين ببعض بحاجة اسمها ليجامنتس أو الأربطة، زي مثلا الرباط الصليبي اللي بيتقطع عند اللاعبين ممكن يكون اتقطع عندك انت في يوم من الايام. وبين كل عظمه والتانيه بيكون موجود حاجه اسمها غضاريف عشان يمنع الاحتكاك ما بين العظم، ولما الغضروف ده بيتاكل بيحصل المرض الشهير وواسع الانتشار اللي انت اكيد تعرف حد عنده المرض ده، وهو خشونه المفاصل. عدد العظم في جسم الانسان هو شاطر 206 عظمه. طب تعرف بقى انت عندك كام عضله؟ مش 206، لا، ولا 300، لا، ولا حتى 400. انت عندك في جسمك حوالي 650 عضله بحالهم، دول اصلا اللي عرفوا يعدوه. وطول بقى العضلات دي بيتراوح ما بين 2 مللي ل 60 سم. تخيل 60 سم دول اكتر من نص متر. لما بتوع علم الانسجه بصوا على العضله تحت الميكروسكوب لقوهم نوعين، نوع مخطط وسموه ستريتد ماسلز، ونوع تاني ناعم وسموه سموث ماسلز. السموث ده نوع بيشتغل لوحده، انت مش محتاج تتحكم فيه، زي مثلا حركه الامعاء او الاوعيه الدمويه. والستريتد ده نوع انت محتاج تبعت له اشارات من المخ وتشغله بنفسك، زي مثلا عضله البايسبس او الصدر كده اهو. القلب ده بقى قصه لوحده، لما بصوا عليه تحت الميكروسكوب لقوه عضله مخططه، بس انت ما بتعرفش تتحكم فيها، هو بنفسه بيتحكم في نفسه، والمخ ما بيعملش حاجه غير انه بيبعت اشارات للقلب يخليه يسرع من شغله او يهدي من شغله. انما القلب هو الحاجه الوحيده اللي تقدر تتحكم في نفسها. حتى انت بتلاقي في الافلام لما بيقطعوا قلب ويحطوه على ترابيزه بيفضل ينبض لوحده. تعالى بقى نخش جوه عضلاتنا اللي هي الستريتد علشان نفهم. عضله البايسبس مثلا مكونه من حزم عضليه بنسميها فاسيكلز، وجوه الفاسيكلز في الياف عضليه اللي بنسميها فايبر، وجوه الفايبرز بقى في نوعين بروتين مهمين، واحد بنسميه الاكتين وواحد بنسميه الميوسين. وافتكر النوعين دول كويس قوي، دول روميو وجولييت جسم الانسان، ما بينهم علاقه حب مش طبيعيه، هم دول اللي بيعملوا السحر كله وبيخلوا العضله تنقبض. خليني اقول لك ان عشان العضله تنقبض المخ بيرسل اشارات للعضله، وده بيخلي ماده اسمها الاسيتايل كولين تطلع وتعمل عمليه بتسمى بالديبولاريزيشن او ازاله الاستقطاب. العمليه دي بتخلي كالسيوم يطلع من مكان في العضله اسمه ساركوبلازميك ريتيكولم. كالسيوم ببساطه بيروح ويشيل الستاره اللي على الاكتين لانه بيكون متغطي، ده لو انت فاكر الاكتين والميوسين اصلا. طب مين بقى اللي يشوف الاكتين بعد ما اتشالت من عليه الستاره ويقول له بصوت الفنان باسم سمره يلا بينا؟ الايه الميوسين منه يقوم ماسك الاكتين ويشدها عليه، واخيرا يحصل الانقباض العضلي في مشهد درامي عظيم. ودي تكون واحده من احلى قصص الحب واشهر قصص الحب عند طلاب الكليات الطبيه. بس كعاده اي شيء في الدنيا مفيش حاجه للاسف ببلاش، لازم عشان الاكتين يعرف يمسك في الميوسين ويعرف يتخلى عنه علشان يكملوا سلسله الانقباضات تدفع فلوس، والفلوس في جسم الانسان هي الطاقه، والعمله بتبقى اسمها ATP. في مسارين للطاقه في جسم الانسان، اكشلي هم 3 بس للتبسيط هنعتبرهم 2. في مسار بيحتاج اكسجين علشان يطلع ATP وبنسميه بالايروبيك او المسار الهوائي، وفي مسار تاني ما بيحتاجش اكسجين علشان يطلع ال ATP وبنسميه انايروبيك او المسار اللا هوائي. جسمك بقى بيختار المسار اللي هينتج بيه ATP، اسمع دي بقى كده وركز، على حسب نوع الالياف العضليه المستهدفه. انت عندك نوعين من الالياف العضليه في جسمك، ريد ماسل فايبرز او الالياف الحمراء، ودي بتكون بقى صغيره في الحجم ومسؤوله عن الانشطه الخفيفه زي مثلا انك تتمشى. النوع ده من الالياف محتاج اكسجين علشان يطلع طاقه، فغالبا انت لو قررت ان انت تستهدف الالياف دي وتمشي مشي خفيف، فالحاجه الوحيده اللي هتوقفك عن المشي مش التعب، يا اما هتزهق يا اما هيجيلك جفاف، لان النوع ده من الالياف العضليه العمليه الكيميائيه اللي بتحصل جوه الميتوكوندريا بتاعته علشان تنتج طاقه بتطلع ثاني اكسيد الكربون وميه كحاجات ثانويه، ودي حاجات مش هتسبب لك وجع باي شكل من الاشكال. ثاني اكسيد الكربون وميه هيسببوا وجع ليه؟ وعشان نفهم اكتر تعالى معايا نبص للنوع الثاني واللي بيتسمى وايت ماسل فايبرز او الالياف البيضاء. في الحقيقه ده بيندرج تحتيه كذا نوع تاني، بس للتبسيط احنا هنعتبره نوع واحد. النوع ده من الالياف بيكون اكبر في الحجم ومسؤول عن الحاجات اللي فيها شده عاليه، زي مثلا انك تجري سبرنت مره واحده او انك تشيل حديد. وده بيفسر ليه عدائين الماراثون اللي بيجروا مسافات طويله 5 7 10 كيلو
بيبقوا اصغر في الحجم من الناس اللي بتجري سباقات الجري ال 100 متر زي بولت مثلا. النوع ده بقى من الالياف مش بيحتاج اكسجين علشان ينتج طاقه، والعمليه الكيميائيه اللي بتحصل جوه الميتوكوندريا بتاعه الوايت ماسل فايبرز دي علشان تطلع طاقه بينتج عنها لاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك، وده حمض بيوجع. اي حمض في الدنيا بيوجع. جرب بقى كده تحط صباعك في ميه نار وطلعه، مش هتلاقيه، ما ميه النار حمض. طبعا انا بهزر، ما تحطش صباعك. وفعلا اللاكتيك اسيد هو اللي بيسبب الوجع، بس هو مش بالسوء اللي الناس متصوراه ده. اللاكتيك اسيد ليه ادوار فسيولوجيه كتير، بس مش موضوعنا النهارده. طيب كده احنا عرفنا انواع الالياف العضليه، وعرفنا ان البيضه حجمها كبير والحمراء حجمها صغير. فبالتالي انا علشان اكبر عضلاتي محتاج استهدف انهي نوع فيهم، البيضه ولا الحمراء؟ رد انت بقى. البيضه اكيد، ودي هتسبب لي وجع اثناء التمرين بسبب حمض اللاكتيك اللي بيطلع لما تيجي العضلات دي تنتج طاقه. خليني اقول لك ان لمده سنين كتيره علماء الفسيولوجي ما كانوش عارفين بالظبط يحددوا ايه اللي بيخلي العضله تكبر، بس العبد لله عارف. لا بهزر. في ناس بتقول لك النظريه الاكثر شيوعا الى يومنا هذا انك لما بتتمرن بتعمل قطع صغير في الالياف، وبالتالي الجسم لما يجي يصلح العضلات دي يخليها اكبر واقوى علشان تستحمل الحمل اللي وقع عليها اخر مره وكده يعني. خليني بقى افاجئك واقول لك ان الكلام ده كله غلط في غلط، وان النظريه العلميه اللي مبني عليها الكلام ده اصلا كلها غلط. خليني افاجئك كمان اكتر بقى واقول لك ان في دراسه اتنشرت سنه 2018 بتقول لك ان التمارين اللي ما بتسببش اي قطع في الالياف بتسبب نمو عضلي زيها زي اي تمرين تاني، بل ان التمارين اللي بتسبب اصلا قطع في الالياف كتير بتعارض وبتبطئ من النمو العضلي. لا وفي نظريه كمان تانية وانا بجدها بصراحه مضحكه جدا، وبتقول لك ان زياده الدم في العضلات ساعه التمرين هي السبب في النمو العضلي. خلاص يا شباب بقى، كله يبعد عن الحديد التقيل ويمسك دمبل 2.5 ويسخن، وهو كده هيكبر عضل بقى. ولا اقول لك ما تشتركش اصلا، شيل بقى قلم رصاص في بيتكم. انا عارف ان حيرتكم، ومش بس كده، ده انا لعبت في الثوابت كمان وهتشتم كمان شويه، بس معلش اصبر عليا شويه وهفهمك. شغل شقلب وقلب ده ما ينفعش في العلم. علماء الفسيولوجي لما فشلوا ان هم يلاقوا سبب نمو العضلات استعانوا بناس اسمهم البايو انجينيرز، المهندسين الحيويين. جم بقى البايو انجينيرز وقالوا لك كوب ميه على الكلام ده كله، ووضحوا ان الالياف العضليه مش ماشيه لوحدها كده في الجسم، بالعكس دي ماسك فيها انواع خلايا سموها بالميكانو ريسبتورز او المستقبلات الميكانيكيه. مهندسين بقى انتوا عارفين، لما بيزيد الحمل على العضله واللي بنسميه الميكانيكال تنشن او التوتر الميكانيكي، المستقبلات دي بتحول الاشارات الميكانيكيه الى اشارات بيولوجيه عن طريق ان هي بتعمل اكتيفيشن لحاجه اسمها الام تور، والام تور دي بتبدا ان هي تبعت اشارات للمخ وتخليه ان هو يحط بروتين في المناطق دي ويكبرها علشان تقدر العضلات تستحمل الحمل ده بعد كده. وبوم، بس كده والمعضله اتحلت، وكده العلماء عرفوا الطريقه الصحيحه اللي العضلات بتكبر بيها. وكلمه السر والجوكر في اللعبه دي هو التوتر الميكانيكي او اللي بيتسمى الميكانيكال تنشن. بالتاكيد في حاجات تانية بتلعب دور في بناء العضلات، بس اللاعب الرئيسي واللي بيقوم بمعظم الشغل كله هو الميكانيكال تنشن. المخ يا صديقي بيستجيب للتوتر الميكانيكي عن طريق انه بيجند الياف عضليه اكتر. فكر فيها كده كأن في طوبه وزنها 30 كيلو، فانت محتاج شخصين يشيلوها. اما لو وزن الطوبه ده زاد بقى 70 كيلو مثلا، فانت محتاج عدد اشخاص اكتر. المخ بقى بيلعب نفس اللعبه، كل ما الحمل زاد على العضله كل ما جند الياف اكتر، وبياخدهم بالترتيب كده من الالياف الصغيره اللي هي الالياف الحمراء الى الالياف الكبيره اللي هي الالياف البيضاء. فاكرهم اصلا ولا لا؟ كل ما التوتر الميكانيكي زاد كل ما عدد الالياف المجنده بيزيد، فبالتالي مستقبلات اكتر بتحس بالتغيير، فبالتالي الامبور المفعل بيزيد، فبالتالي زياده عضلات اكتر. المخ يا صديقي بيقدر يجند لحد 99% من العضله اللي عليها حمل، ما عدا عضلات الرجل الاماميه يقدر يجند فيها بس لحد 90%. وده بيفسر ليه عضلات الرجل بتحتاج مجاميع اكتر عن بقيه الجسم. طب يا اسلام بقى الحقني، ازاي اوصل للارقام دي من التجنيد؟ هقول لك. العلماء وجدوا علشان توصل للارقام دي لازم تتمرن بحمل 85% من اقصى وزن انت تقدر تشيله. يعني لو انت تقدر تشيل 100 كيلو لعده واحده بس، فانت محتاج ان انت تلعب بوزن من 80 ل 85 كيلو علشان توصل ل 99% من التفعيل. الرينج ده هيخليك تقدر تلعب حوالي من 5 ل 8 عدات، ولو زودت الوزن عن كده مفيش اي زياده هتكون في الالياف العضليه المجنده، بل بالعكس المخ هيبتدي يستعمل اليات تانية علشان يرفع الوزن، زي مثلا انه هيزود من سرعه وصول الاشارات العصبيه من المخ للعضله. يعني بدل ما الاشارات بتجيلك كده هتجيلك كده. يعني انا لو لعبت كده باوزان باقل من 85% انا كده مش هستفاد؟ ما بتتحسبش كده يا صاحبي. لو لعبت مثلا بوزن 70% من اقصى وزن اللي انت تقدر تشيله، يعني هيكون في حدود 12 ل 15 عده. هتاخد وقت شويه على بال ما جسمك يقدر يجند كل الالياف اللي عنده. بمعنى كل ما انت بتتمرن في الياف عندك بتتعب، فمخك بيبتدي يجند الياف اكتر لحد ما هتوصل لنقطه مخك هيجند فيها كل الالياف اللي عندك. النقطه دي اللي هي حوالي اخر 3 ل 5 عدات هي دي اللي بيحصل فيها التوتر الميكانيكي وجسمك بيبتدي يبني فيها العضلات. نفس الكلام ينطبق لو شلت اقل من كده.
اللي هو مثلا 60% من اقصى وزن ليك، اللي هم حوالي 20-25 عده. جسمك مش هيوصل للتوتر العضلي الا في اخر 3-5 عدات. بس الفرق الوحيد هنا انك هتضيع وقتك وحياتك وهتعطل الدمبل في الجيم. يعني ملخص كل اللي احنا حكيناه ده، كل الطرق بتؤدي الى روما. طالما قربت من الفشل العضلي انت هتبني عضل، فيما عدا ذلك انت بتضيع وقتك بس في مجاميع تسخين ملهاش اي لازمه. عدد المرات بقى اللي انت المفروض تكرر فيها التوتر الميكانيكي علشان توصل لاحسن نتيجه من البناء العضلي لسه مش معروفه، ولو اتعرفت هنخلص من معضله الحجم التدريبي والفوليوم. بس انا هسيب لك فيديو هنا او في الديسكريبشن بوكس بيقول لك ايه اخر الارقام اللي توصل ليها العلم، وكمان الفيديو ده فيه معلومات اكتر عن التمرين. ما انا مش هسيب مشاهديني حبايبي كده. في النهايه يا صديقي المتفرج، تمرين العضلات هو مش بس لمجرد الشكل الجمالي. وطبعا الشكل الجمالي مطلوب وكل حاجه، ولكنه مش الغرض الاساسي. الغرض هنا انك تحافظ على وظيفه، لان جسمك ماشي بمبدا العضو الذي لا يعمل يضمر ويموت. الرياضه هي الوسيله الوحيده اللي تقدر تحافظ بيها على عضلاتك وتحميها من مرض حتمي بيجي دايما لكبار السن، وهو الساركوبينيا او ضمور العضلات وهشاشه العظام والحفاظ على المفاصل، لان العظم والغضاريف هم كمان بيستجيبوا للحمل الواقع عليهم بنفس الطريقه اللي بتستجيب بيها العضلات. فالرياضه وتمارين المقاومه بالاخص هم واحد من اقوى الاسلحه اللي ممكن تهاجم بيهم اكبر عدو وهو العمر. فحاول تشد اهلك ان هم ينزلوا يتمرنوا معاك واعمل فيهم جميله. والمفروض انك بعد ما شفت الحلقه دي يكون عندك وعي وعلم كافي بازاي العضلات بتشتغل وازاي العضلات بتتطور وازاي نعرف نكبرها. ولو انت وصلت للنقطه دي فانا حابب اشكرك جدا على وقتك، ودايما خليك فاكر اني مجرد ناقل للعلم وليس مخترعه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفرجه لكل اصحابك. وبس كده، سلام.